يعني حد يجيب جول في اي مناسبه. وبرضه كلنا انا ومحمد صلاح وتريزيجيه كل الكباتن دي بكلمهم على اتصال دائم. طبعا. اسمنا كبر دلوقتي يا رمضان، الفوز على نيجيريا، الفوز على غانا، التأهل لنهائي الأمم الأفريقية، بقى مديكوا مسؤولية أكبر؟ اكيد طبعا. طيب خليني أسألك عن النادي الأهلي، بتتابع المباريات ولا ما بتتابعش؟ لا طبعا بتابع كل المباريات من أول دقيقة لآخر دقيقة. لأني في الملعب بالظبط. والله؟ والله. يعني لما يكون عندك وقت بتقعد تتفرج على ماتش الأهلي والإنتاج الحربي والأهلي أيوه كل المباريات من الأهلي والزمالك للأهلي وأسوان. لا والله؟ كله يعني والله. مين أكتر واحد غير أبو نسب بتكلمه؟ والله كله بكلمه يعني، سعد ومصطفى عاشور كله. لا مين يعني؟ مش عايز انسى حد يعني. مين بتبقى حريص ان انت بعد كل مباراه تكلمه يعني؟ وسعد سمير. سعد ده اساسي ها؟ طبعا. لسه مسيطر؟ وشريف اكيد يعني، هو كبير يعني. شريف ده اساسي، ده ابو نسب ما تقدرش تقول له لا. معايا على طول بقى. قول لي رمضان، هل في فرصه للاعيبه مصريين تانيين ممكن يحترفوا بره مثلا في انجلترا ولا صعب؟ لا في فرصه طبعا كبيره وكده، وبرضه الدوري المصري برضه متشاف برضه عن الاول. متشاف دلوقتي، الناس بتتفرج عليه. هل وانت موجود هناك في انجلترا بداوا يرشحوا مصر لكاس العالم بعد الفوز على غانا بعد تصدرنا المجموعه؟ تاني، هل دلوقتي بدا اسم منتخب مصر يوصل ويعلى وبدات الناس ترشحنا لكاس العالم يا رمضان؟ منتخب مصر دلوقتي كله بيعمل حسابه يعني، وعارفين المنتخب تقيل. ويعني مش اي حد يقدر عليه برضه. نعم. وجودك انت والنني ومحمد صلاح والمحمدي وعمرو ورده كل دول وانتم محترفين بره، عمل سمعه اكبر واحسن يا رمضان، وخوف الناس مننا. مش عارفين بلدنا طبعا، ربنا يزيد يعني. رمضان هتكمل مع ستوك سيتي ولا ممكن تتحرك من النادي؟ ان شاء الله نكمل يعني، وربنا يسهل لو في حاجه احسن في المستقبل يعني. ربنا يسهل. لكن على الاقل السنه دي والسنه اللي جايه انت موجود. انا عندي تصريح لتكسيرا يعني المدافع زميلك بيقول ان انت لعيب هايل، وانه كمان معاك لعيبه بيتكلموا عربي كمان، يعني خليتهم يتكلموا عربي، نطقتهم عربي. لازم بقى نعلمهم، هنبدا احنا نتكلم انجليزي على طول كده. ايوه بس انت بقيت تتكلم دلوقتي، تتكلم انجليزي كويس يعني، يعتبر كده. في الدور الثاني شايف ان هتبقى فرصتك اكتر في اللعبه يا رمضان ان شاء الله؟ ان شاء الله برضو دعوات المصريين كده معايا هبقى احسن. ردود فعل المصريين معاك عبر الصفحه يعني المسانده القويه دي مريحاك بسطاك يا رمضان؟ والله دي اكتر حاجه مريحاني يعني، وكده ودعم الناس ليا. حاسس ان كانك في مصر ها؟ بالظبط. عايز تبعت لمين سلام هنا في مصر؟ يعني مش عارف اقول مين بالظبط، وابعت لوالدتي ولاختي وكل زمايلي وكده يعني. ماتش الاهلي والزمالك اللي جاي مين اللي هيكسب؟ الاهلي طبعا. 3-0. ده 3-0 على طول. هتقف لهم على الكوره في ستوك سيتي ولا لا؟ ان شاء الله كده. رمضان يلا بالتوفيق، ربنا معاك وشد